مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا دائما وأبدا بصحة جيدة. نغوص أنا وأنتم في عالم جميل وممتع عن الجرافيك ديزاين. أتمنى من الله أن ينال شرحي إعجابكم وأن يكون سهلا وميسورا إلى قلوبكم. دعونا نبدأ. طبعا النهارده الفيديو الرابع هنتكلم عن التطبيق العملي في مجال الفوتو مانيبيليشن. الموضوع أنا كان يهمني في الفيديوهات السابقة إنك أنت تبقى فاهم يعني إيه جرافيك ديزاين وأنواعه، ميديا باينج، الماركتير، الديجيتال ماركتنج، الفيديو اديتور، الويب ديزاينر، كل واحد من دول الويب ديفلوبر، كل واحد من دول دوره ايه. الفوتو مانيبيليشن الفيجوال اللي احنا هنشتغل عليه هيكون يعني تقيل شويه، وانا كنت قاصد ان يكون فيه شويه تفاصيل كتير جدا بحيث ان احنا نقدر نلم اكبر قدر من المعلومات عن الفوتو مانيبيليشن بشكل عام. السؤال الاهم هنا واللي انا عايزك تعرفه، هل الفوتو مانيبيليشن بشكل عام التكنيك اللي احنا هنتبعه ده هيمشي في كل تصميمات السوشيال ميديا اللي بنشتغل بيها مع الكلاينت؟ لا طبعا. التصميمات اللي بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده بياخد وقت، بياخد مجهود وشغل كتير، بيبقى مكلف. لكن اغلب الريتاتش اللي احنا هنشتغل بيه هو نفس التكنيك اللي هيتبع مع اي ديزاين بشكل عام، سواء كان هتشيل منه حاجه هتضيف له حاجه بسيطه، لكن هو نفس التكنيك، نفس الخطوات اللي احنا بنمشيها. نبتدي نمسك استوكايه استوكايه نشتغل عليها ونطبق بشكل بسيط وسهل. طيب احنا هنعمل الفيجوال اللي موجود قدامكم دون. يهمني في الشغل بتاعك القص. انا عارف ان اصعب خطوه اللي هي انت اول حاجه بتاخد البريف بشكل عام. بعد ما تبتدي تاخد البريف وتعرف الكلاينت عايز يعمل ايه، بتبتدي تخش على مرحله الانسبيريشن اللي هي التغذيه البصريه، انك انت بتخش على بنترست، بتخش على موقع ديفين ارت، بتخش على بيهانس، تاخد افكار بشكل عام. وبعد كده بتبتدي انك انت تخش على الموقع اللي هو البرنامج اللي هو البيور ريف ده. بتبتدي انك انت في البرنامج ده بتبتدي تاخد كل الافكار اللي في دماغك بشكل عام وتبتدي تحطها قدامك هنا. انا هستلهم من هنا ايه، هستلهم من هنا ايه، وبتبتدي تبني عليها المشهد بتاعك. طيب انا هنا جمعت وخدت الفكره، ببتدي ان انا بعد ما خلاص خدت الفكره اللي انا هشتغل عليها، ببتدي اني انا اعمل زي سكتش كده برسمه قدامي. خلينا برضك نشوف الموضوع بشكل عام. ببتدي ان انا اعمل سكتش. السكتش ده بيكون انا رسمت كده حاجه كده كروكي، اني الشكل التخيلي هيبقى بهذا المنظر. مش شرط ان انا اوصل للمنظور ده، بس هو الفكره اللي في دماغي بقت بالمنظور ده. طيب انا خلاص خدت فكره السكتش تمام. مش شرط ان انت ترسم السكتش بس هو انت تبقى عارفه يعني. بعد كده تبتدي تعمل مجموعه، يعني عمليه الكولكتنج دي، ان انت تجمع الصور اللي انت هتشتغل بيها. وهنا بقى تركه مهمه جدا، وفي للاسف كتير جدا ما بياخدوش بالهم منها، وهي مرحله البرسبكتيف. الصور اللي انت بتاخدها لازم تكون من منظور واحد. يعني انت وانت بتعمل جمع الاستوكات بتاعتك لازم تكون من منظور، يعني مثلا ان انا واقف ماسك الكاميرا الموبايل، فانا مصور في مستوى ان انا واقف، فكل الاستوكات اللي تجيبها لازم تكون بهذا المنظور. منظور الميد برسبكتيف، مستوى الارض يكون في منتصف الكادر بتاع الكاميرا، ما بين السماء وما بين الارض، يبقى في خط هوريزون لاين في النص، يبقى في النص الصوره. طيب لو انا بصور من على الارض فهنا المنظور بيبقى لو برسبكتيف، يعني ده منظور بيسموه منظور الدوده. يعني انت بتبقى لو جيت صورت الدوده وحطيت الكاميرا من الارض هتبص تلاقي الدوده كبيره قوي، بخلاف طبعا لو انت جيت صورت من فوق هتبص تلاقي ان الدوده صغننه خالص، لان انت مصور بمنظور الهاي برسبكتيف، منظور الطائر او منظور الطياره او ايا كان. طيب هل في حاجه ثانيه احنا بناخد بالنا منها في التصميمات بتاعتنا؟ اللايت دايركشن. هل مهمه بنسبه 50%، انك انت الاستوكات اللي انت بتجيبها، الشمس اللي انت خدت المصدر الرئيسي بتاع الضوء بتاعها وليكن هي ناحيه اليمين، تحاول الاستوكات اللي هتبقى ضربه الاضاءه هتبقى جايه من ناحيه اليمين مش من ناحيه الشمال. عادي ممكن لو هي من الشمال ممكن تعمل فليب وتعكس الصوره بحيث ان الاضاءه تبقى من ناحيه. طيب الفوكال بوينت بتاعك مهم جدا، العنصر اللي انت عامل عليه الحمله بتاعتك لازم هتحطه فين. طيب الكومبوزيشن اللي انت هتشتغل بيه، الكلام ده احنا شرحناه، بس انا بعيده سريعا كده قبل ما نخش في موضوع السلكشن والقطع والكلام ده. الكومبوزيشن انا هشتغل هنا بمنظور الرول اوف سيرد، بحبه جدا، بيديني براحه في التصميم، بعشقه بصراحه. هنبتدي نعمل عمليه السلكشن والمانيبيوليشن. مالكش دعوه باللونستي، مالكش دعوه بالكلر دايركشن، مالكش دعوه، كل ده هيتظبط، ما تشغلش دماغك بيه. اهم حاجه السلكشن بتاعك يكون جميل، التقطيعات بتاعتك تكون حلوه. ما تعتمدش تعليمك قوي على الذكاء الاصطناعي، ان الذكاء الاصطناعي بيعمل لك كذا وكذا وكذا، لان في ناس فاهمه ان الذكاء الاصطناعي ان انا عرفت لي موقع او اثنين او ثلاثه ده بيعمل لي ذكاء اصطناعي بيطلع لي صور مش عارف ايه. لو انت مش فاهم الكي ووردز اللي بتتكتب في الذكاء الاصطناعي مش تبقى عارف تطلع التصميمات بتاعتك. يعني وليكن مثلا انا بس هديك بس لمحه، انا مش هخش في الموضوع بالتفصيل شويه عشان ما نخرجش بره اطار الفيديو. لازم تبقى عارف الجوده بتاعت الصوره اللي انت شغال عليها، الستايل، البيئه، لازم تبقى عارف العدسات بتاعت الكاميرا، الوايد انجل، الفيش اي لينس، التلت شيفت لينس، الالترا وايد لينس، الزوايا التصوير اللي انت بتبقى واخد منها الصوره، الشوت اللي انت عايز تاخده، عايزه هاي انجل متصور من فوق، عايز وايد شوت، الكلام ده كله. انواع الاضاءه، انت عايز في الجولدن اور في احسن تصوير في ما بين الليل والنهار احسن وقت، في السوفت لايت، في الورم لايت، في السبوت لايت، انت مركز الضوء على حاجه معينه. فالكي ووردز دي مهمه جدا جدا. الذكاء الاصطناعي مش مجرد انك انت عرفت لي موقعين ثلاثه فبتدخل تجيب منهم الاستوكات. لو انت مش فاهم الذكاء الاصطناعي هتتعب جدا جدا عشان تخرج صوره بالكواليتي اللي معاك. لازم تتعامل معاه انت بذكاء، لان هو انت هتخش على شات جي بي تي يكتب لك برومت، تخش تاخد كوبي بيست تحطه، تقعد بقى تروح وتيجي هتتعب. فده ليه حلقات وبقى ليه كورسات لازم ان انت تتعمق فيها، ممكن احنا نخش فيها بعدين، بس انا يهمني التكنيك اللي انا همشي عليه، اللي انا ببني الشرح بتاعي معاك. عايزك تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب احنا هنا هنبتدي بقى مرحله ان انا عامل كولكتنج للصور بتاعتي. هنبتدي
نقصقص ونظبط الدنيا بتاعتنا. يلا بينا نشوف بقى نفتح المشروع بتاعنا. يهمني يعني انك انت تحاول تشتغل على مساحه كبيره، ما تشتغلش على مساحات صغيره لانك انت مش محترف. لكن لما تبقى انت محترف اشتغل على مساحات صغيره عادي، لكن خلي المساحه دايما معاك كبيره عشان تبقى شايف العنصر كبير، شايف الدنيا معاك حلوه. بعد ما تحترف ابتدي بقى صغر المقاسات بتاعتك، مفيش اي مشكله. طبعا انا بشتغل هنا على مقاس 3000 وايتس هايت، ريزوليوشن 300. طبعا الكواليتي هنا بتبقى عاليه، فخلي بالك عشان ممكن جهاز يعني يكح معاك، فما تقلقش من الموضوع ده. خلينا نكتب كده مثلا. تمام. نبتدي نفتح كده. يهمني قبل ما تشتغل اي ديزاين تبتدي تعمل الفيو، الجايدز، نيو جايدز، لاي اوت. تبتدي تقسم المشهد بتاعك، وليكن ناخد اللون ده، نبتدي ندي المارجن بتاعنا وليكن 50، كنترول ايه، كنترول سي. نبتدي هنا ندي بس مساحه من فوق ومن تحت 50 بكسل كده، عشان دي الحدود اللي احنا مش هنقرب منها في الشغل بتاعنا. خلينا نوضحها لكم شويه. دي الحدود اللي انا مش هخرج براها، انا كل شغلي في المنطقه دي. انا هشتغل بطريقه الكومبوزيشن، فمقسم هنا المشهد بتاعي. يعني لو نحاول نبسطها لكم كده. واو. ادي بسم الله الرحمن الرحيم. ودي ده ادي مربعين، خط اهو، خطين افقي وخطين راسي. انا هحط المشهد بتاعي في المنطقه دي، ممكن يكون من هنا وممكن يكون من هنا، بس انا هاخد نقطه التقاطع دي من حيث ان انا اركز على المشهد. طيب انا في بعض الديزاينات بيبقى التركيز على المشهد ان هو بيخلي المشهد كله بلون فاتح، واللون اللي عكسه تمام بيبقى هو مركزه على المشهد، بحيث انت اول ما تفتح الديزاين عينك تروح على اللون المختلف. في طريقه ثانيه انك انت بتعمل ان الديزاين كله الباك جراوند، الخلفيه اللي انت عملتها تعمل لها موشن وتديها سنه ضبابيه شويه، بحيث انت تركز على المشهد. ده تكنيك وده تكنيك على حسب ما انت حابب يعني. طيب يهمني اول حاجه انك انت قبل ما هتبدا 3 فولدرات جمال كده، خليهم 4. هنا الفور جراوند، بسم الله. هنا الميد جراوند، هنا الباك جراوند، وهنا ده الكالر جريدنج اللي هو هناخد منه الالوانات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ده هنا قسمنا الفولدرات بتاعتنا دي اهم. طبعا هنحط ده لون، ده لون، ده لون، بحيث ان كل حاجه تحت البارتيشن ده تبقى لون واحد. والكالر جريدنج نديله مثلا وليكن لون بنفسجي. احب النظام عشان الشغل يبقى جميل. تسميتك دي قبل ما تبدا شغلك لازم يكون منظم. نبتدي رقم 1، احنا عايزين الصوره بتاعتنا اللي هي في الباك جراوند، اللي هي السماء. طيب نبتدي نشد كده. بسم الله. اللهم صل على رسول الله. طيب ادي دي الصوره. نبتدي نفعل الكونس، نطلعها كده. حلو قوي، كلام جميل، كلام جميل. ماشي. ده هنا تتحط فيه الباك جراوند، ننزلها تحت كده. طيب انا احب السكاي. حلو قوي. نعمل كده بارتيشن. لو هنلعب فيها نديها اي اضاءات بعد كده، يبقى كل حاجه جوه فولدر عشان ما نعكش الدنيا. طيب احنا هنا خدنا السما بتاعتنا. طيب المنظور بتاعنا احنا عايزين طبعا نحط هنا لاينز، نحط جايدز في المنتصف، بس هنستخدم مش النيو جايد اوت، يعني هنضيف على الجايد الموجود عندنا ده، هنضيف نيو جايدز. وليكن ده مثلا 3000 بكسل، يبقى ده هيبقى 1050 بكسل. انا خدت اللي هو نص الرقم ده، 3000 3000. فطبعا احنا هنحط مثلا ايه، وليكن اللهم صل على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واخد اللون الازرق اعتقد حلو يعني. ماشي. ونحط برضك واحد تاني نيو جايد، خليها فيرتيكال 1000 ونص. هتقول لي انت عملت كده ليه؟ عملت كده عشان انا ابقى عارف خط الهوريزون لاين اللي هو تقاطع التصميم في المنتصف ما بين السماء والارض فين، بحيث ان انا ارص المشهد في منظور الميد برسبكتيف. فانا يهمني الخط ده اللي انا هشتغل عليه. طيب هاخد بقى اول استوكايه معايا، الاستوكايه الجميله بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبها. بسم الله. دي الاستوكايه بتاعت الايه، يعني دي يعتبر في الميد جراوند، في الباك جراوند كاسل. خليها دي 1، خليها كنترول جي عشان نحطها في جروب. دي كاسل. تمام. دي هنا الاستوكايه الجميله بتاعتنا دي. طبعا هنعمل بس كنترول اتش عشان نخفي الجايدز دي. دي تصميم طرق السلكشن هي مختلفه، وانت بتقعد تجرب لحد ما تشوف افضل حاجه. انا افضل حاجه بحبها البين تول، بس التصميم ده هنا فيه شويه تفاصيل انت مش هتعرف تشتغل بالبين تول هنا مثلا. يعني انت لو جيت خدتها بالبين تول كده من على الشجره هيبقى فيه حاجات هتقع منك، فالموضوع هيبقى. طيب دي الصوره اللي احنا عايزين نعملها سلكشن، بس هنعمل لها دوبليكيت وهنخش على الشانل، هنعمل نختار اقرب درجه تدينا تفاصيل للصوره. بس مش اعتقد البلو افضل حاجه بتديني تفاصيل اكتر. طيب هندي كده ايه دوبليكيت، كنترول ال، نحاول ان احنا نفتح عشان نظهر التفاصيل. اعتقد كده تمام. نحاول كده. طيب انا اهم حاجه انا عايز اظهر السماء اللي بين الاشجار دي.
خلي بالك عشان ايه، اول ما تلاقي حاجات كده تفاصيل بتختفي وقف. طيب شوف حضرتك. تمام، عشان القبه دي ما تختفيش ولا القبه دي ما تختفيش. طيب احنا عايزين نشوف، نعمل كده سيلكشن بسيط. خلينا نرجع كده ورا. كنت انا عامل سيلكشن من شويه كده. هنحاول ان احنا السيلكشن نتخلص من الجزء اللي فوق ده. نتخلص منه ازاي بقى؟ لو جايين عاملين كده ايمج، ابلاي ايمج، وهنخلي الجزء ده سكرين شويه عشان نشوف منه التفاصيل. لو غمقته مش هيبان اكتر. نختار ايه؟ خلينا هنا ده مالتي نشوف نعمل كنترول شيفت اي. هنعمل بس نعكس السلكشن الناحيه الثانيه، وهنعمل ايه؟ ايمج، ابلاي ايمج، وهنعمل ده هنخليه بقى ايه؟ مالتي، هنخليه ده سكرين. تمام. احنا هنا بقى عايزين السكرين ده نتخلص منه. اوفرلاي، حلو، كلام جميل، كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يفضل انك انت تستخدم دي عشان ايه؟ ما تخشش على التفاصيل اللي احنا مش عايزينك تخش عليها. بسم الله. طيب نظف شغلك عشان شغلك يبقى نضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تمام. اهم حاجه ايه؟ اشيل السمك من تفاصيل الايه؟ الشجر. اعتقد كده تمام تمام. كلام جميل، كلام جميل، كلام مدهش. قشطه، ماشي. طيب ايه اللي ناقص تاني؟ نعكس بقى كده، نخلي بقى الباقي ده كله بالاسود. ماشي، حلو قوي كده. طبعا الجزء اللي زي ده ما يهمنيش، انا يهمني. خلينا نشوف كده الحته دي انا عرست عليها بالابيض، فمش مهم، انا عارف دي بقى مش قصه. طيب نشيل الاوفرلاي ونشيل شويه الشوائب اللطيفه دي. الاكس غلط. كلام جميل، كلام مدهش، كلام عظيم. نجيب الفرشه برش حبيبتي دي. غلط. نصغرها شويه، شيفت، نشيل طيب ماشي، نشيل الحاجات دي عشان تعرفوا بس ان القص بيكون متعب شويه. طبعا في حاجات بالذكاء الاصطناعي بتقص على طول، بس انا ايه يعني، احنا هنا بنتعلم اساسيات القص. ان طول القص كتيره جدا جدا، عشان نعرف نحصرها في فيديو صعب شويه. انا بقعد اجرب لحد ما اجيب افضل طريقه للقص. شو كده كده الجزء ده انا مش لازمني. نعمل كده برش اكس، نلون الجزء ده. ليه بلون بقى؟ بفصل كده الجزء اللي بالاسود والجزء اللي فوق بالابيض، عشان التفاصيل اعرف لما اجي اعمل سيلكشن بالشانل اعرف اخد الايه. طيب لو انا عايز احدد السيلكشن بطريقه الطف واشيك، ممكن اعمل كده بالبين تول. مش هغلب انا يعني، مش هغلب، ما تقلقوش. بحب الشغل بتاعي يبقى نضيف وجميل، عشان ايه؟ نقدم ايه؟ حاجه لطيفه وجميله. طيب نشيل بقى الايه؟ العك كده، برش ولد. قشطه، ماشي. طيب نعكس السيلكشن عشان ناخد من اللي جوه. طيب عشان نقفل الشغل. طيب تمام تمام. اداه البين تول دي صديقه حياتك، يعني ايه؟ تخلي بالك منها قوي قوي قوي. طيب
ما علينا يعني الحاجات دي لو بعد كده نعرف ايه نظبطها يعني. تمام، كلام جميل، كلام جميل. اعتقد كده الدنيا بقت لطيفه وجميله. كنترول ايه، كنترول سي، خلاص كده خلصنا منها. كده كنترول سي كوبي، دوست هنا على البلو شانل دي، دوست عليها كده كنترول، فعمل لك سيلكشن على الجزء اللي انت قاطعه بتاع السما ده. هناخد كنترول سي نروح على اللير بتاعتنا دي. ممكن نعمل هنا حركه انا بحب اعملها كده، نعملها على طول لطيف. دي كنترول اي. تمام كده انت شايف السلكشن لطيف وجميل قدامك. طيب انت عايز تعرف الصوره دي فيها تفاصيل راحت مش عارف ايه، عايز تظبط الدنيا دي عادي، ممكن تفعل اللي تحتها كده وتقوم جاي عامل تقللها شويه تخففها عشان تعرف ايه التفاصيل اللي اختفت منك وراحت. طبعا هنا في شويه حاجات لازم احنا نظبطها كده لتاتش جميل. نخش كده على الماسك بتاعنا ادي كده. نسيت الشيفت، معلش انا اسف انا اسف انا اسف. طيب في هنا حته مش عاجباك، ممكن عشان بوظ الدنيا خالص كده كده. جميل جميل، كلام مدهش كده. تمام ماشي كده حلو. ايه تاني في حاجه مش عاجباك؟ اللي مش عاجبك قول لي. طيب هنا الجبل كله تمام، كله تمام. طيب تفاصيل تفاصيل، حاجه متشاله حاجه هبطه. طيب الحاجات دي عادي ماشي. خلي دي بس كده نشوف كده. نشوف نفتح دي كده شويه. اعتقد يعني لو عايزين نظبطها شويه التفاصيل الجميله دي نعمل كده، نخليها شارب شويه. يلا تمام. البرش بعدين هنا على الماسك، اعتقد الدنيا بقت الطف. ماشي مش هنعمل برضك، خلي دي كده ماشي. بعد كده برش ماشي، كنترول شيفت اي، اعكس السلكشن لبره عشان امسح الايه الفرشه السوداء غلط. ماشي نشيل السلكشن كده، اعتقد الدنيا ظبطت شويه. طبعا الصوره دي فيها حته من السما احنا ما عرفناش نشيلها، هنا واحنا شلنا دي خلاص هي موجوده. طيب عايزين نظبطها، نظبطها ازاي؟ طيب كلام جميل كلام جميل. تمام تمام. نشيل كده، نشيل الجزء ده كده، نضفنا الشغل بتاعنا. كنترول شيفت اي عشان اعكس السلكشن عشان ارسم جوه الحاجات اللي اختفت بالفرشه البيضاء ارجعها تاني. يبقى احنا ظبطنا الدنيا. كلام جميل كلام جميل ماشي. طيب ايه تاني؟ ايه تاني بايظ معانا في السلكشن ده؟ ممكن نعمل كده. الحاجات اللي كنت انا عامل هنا سلكشن بالبين تول قبل كده، فلو حاجه انت عايز ترجعها ممكن تدوس على الماسك اللي تحتها ده وانت شغال فوق اساسا في الصوره بتاعتنا الاساسيه. طيب خلينا ممكن انا عشان نختصر بقى وقت كده نلاقي عاملين حاجه لطيفه خالص. نرجع عاملين كده، نرجع بقى ايه التفاصيل اللي اختفت دي كده بالايه. تمام كلام جميل. انا برجع بس التفاصيل لو في حاجه هنا اختفت من الايه من الصوره الاصليه عشان انا شغال بالهارد برش. تمام. طبعا ايه في حاجات ممكن تبقى متاكله منك فانت ايه. تمام كلام جميل. تمام رجع لو اي حاجه اتمسحت منك، عشان كده دايما انا بحب البين تول، يعني بتاخد مني وقت بس بعمل بيها شغل جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد يعني الدنيا اختصرنا على نفسنا وقت نلبس سelection. تعال نشوف في هنا حاجه زياده. طيب نرجع تاني على السلكشن ده، ندوس كنترول نعمل سيلكت، نعكس السيلكت، نمسح. لا انا عايز امسح بقى. تمام نمسح اي حاجه موجوده زياده كده. تمام تمام مسحنا. تمام كنترول دي وشلنا دي كده. الدنيا نظيفه نظيفه، شغل جميل شغل مدهش. معلش انا بطول في الحتت دي لانها مهمه جدا بالنسبه لي. مهم جدا انت تعرف ازاي تبص. طيب احنا بقى يعتبر كده السلكشن بتاعنا اعتقد تمام. شويه الرتوش دي هتقول لي طبعا شويه الحاجات دي عايز اخليها شارب شويه، ما فيش مشكله كله بيتظبط يعني. نخش كده على الماسك ده نقوم جايين عاملين ايه؟ نيجي هنا على البروبرتيز، هتلاقي هنا في حاجه اسمها ماسك الفيزر. هنخليها مثلا وليكن واحد. نحاول نفتح لك الدنيا كده. اعتقد كده بقت سمبل شويه، مش عايز اقف شويه عليها. تمام نبص كده على التفاصيل. تمام تمام. لو عايزين نرجع نديها واحد ونص شويه عشان ما تبقاش واحد تكفي. دي كده الكاسل اللي معانا، انا حاططها لك على خلفيه سوداء اهي عشان تبقى الدنيا شايف القص بعد ما قصينا. دي الصوره الاصليه، خلينا نوريك الصوره الاصليه. دي الصوره الاصليه عشان تفصل السما دي بالبلند اف بقى وتقعد تشيل السما ممكن ما تجيش معاك، ممكن تاكل حاجات من جوه. هتاخد منك وقت شويه بس هتطلع منك تفاصيل حلوه. طيب خلينا نلغي دي كده خلاص ونلغي دي كده. قصينا السما نقفل دي خالص. في حز موجود فوق هنا عايزين نشيله برضك، نخليه نكمله جوه الماسك بالايه بالاسم. ممكن تخش كده جوه الماسك تدوس الت على الماسك من جوه تخش جواه. تمام نكملها كده عشان ايه تبقى الدنيا بتاعتنا
يبقى ده الجزء اللي انا عامل له سيلكشن اللي هو المسجد بس، القلعه بس. تمام، نخرج بقى عادي، دوس كليك عادي هتطلع بره. طيب نفعل كده السما الجميله، نفعل الديزاين لاين بتاعنا. تمام تمام. هنيجي ناخد بقى من هنا، طبعا هنا دي سمارت اوبجكت، مش راسترايز لاير، دي هنا سمارت اوبجكت عشان لو انا كبرت وصغرت الصوره ما تبكسلش مني. لو الصوره دي معاك مش معمول لها علامه السمارت اوبجكت، حولها دوس على كليك يمين كده وكونفرت تو سمارت اوبجكت عشان الصوره ما تبكسلش منك، واسمها تصغر وتكبر ومش هتبوظ منك. طيب انا هنا كده، هنا ده التصميم او الديزاين. حلو، احنا البروزيلا بتاعنا كده اعتقد كده كويسه لحد ما. طيب ايه تاني بقى عايزين نجيبه؟ هنجيب بسم الله، نجيب الايه لا، نجيب الجبل. تمام تمام. بسم الله، ناخد شويه العصافير دول نظبطهم. ده العصافير، نخلي العصافير دلوقتي. ماشي، ناخد الجبل ده كده. ماشي، ده الجبل اللي هو هيبقى ورا يعني ناحيه القلعه كده، مستوى القلعه. طبعا دي عشان احنا نقصها ممكن نحاول كده سيلكت سكاي، نشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. انا يهمني الجزء ده، لو ما جاش معايا مظبوط هقصه بالبين تول ورايح دماغي، بس نشوف الدنيا. تمام، اعتقد رائع مدهش. نعمل كده وحدده بشكل جميل. هنعمل بس كنترول اي عشان نعكس. طبعا انا عايز اتاكد ان القص بتاعي مدهش، هنعمل كده نغلي نشوف التفاصيل. طبعا في كلام مش عاجبني فانا لازم نتدخل. طيب نعكس كده، نجيب الفرشه. انا دخلت جوه الماسك نفسه من جوه عشان نشوف هنعرف نتعامل فيه ازاي. نزود كده الابيض. تمام، ونحاول بالاسود نشيل، نخليها دي نورمال. كنترول شيفت اي هنعكس ونرسم في اللي بره. بالراحه بقى عشان وانت ماشي ممكن هتخش على الايه. خلينا كده نشوف الاوفرلاي. الموضوع ده مش حفظ، الموضوع ده بيجي ممارسه، ما تاخدوش حفظ، اقعد جرب بكل الطرق لحد ما تلاقي احلى طريقه. خلصنا كده كنترول دي، اخرج بره السلكشن خالص، رجعنا للصوره الاصليه بتاعتنا. انا ما يهمنيش الحاجات اللي قدام دي لانها الحاجات اللي قدام دي متصوره هاي برسبكتيف، فانا عايز اخش جواها، يعني عايز اشيل، انا عايز الجزء اللي هو الميد برسبكتيف اللي ورا. طبعا ده عشان انا اقصه مش هينفع اقصه غير بالبين تول كده. ناخد الحته دي كده، ابعد عن العضله دي كده. تمام، عارفك انت هتقعد تقول لي دلوقتي الاضاءات والالوانات، ما تشغلش دماغك بالالوانات دي خالص. اعتقد ان الشيت دي مالهاش لازمه. تمام تمام، حلو قوي كده. طيب احنا عايزين نمسح ده كده، نشيله خالص بالبرش، الفرشه السوداء تخش جوه الماسك كده. سوري انا عاملها اوفر ليه، معلش. تمام، كنترول شيفت اي بس اعكس عشان في حته انا كلتها من هنا. سوري. طيب كنترول دي كده احنا خدنا التقطيعه دي كويسه. نشيل بقى، شايفين القص نضيف ازاي؟ عايزين نخلي الموضوع شارب شويه، يعني مش شارب كده قوي. نخش على البروبرتيز، نخلي دي عشان ما تبقاش شارب قوي كده، نخليها اعتقد واحد كويسه. 2 ماشي، 2 خليها واحد. طيب لو عايزين نجرب بردك ايه، نشيل منها حته كده بردك عشان ما تبقاش ايه. فلتر اذر مينيمايز مينيمم واحد، يدخل بس حته لجوه. تمام، تشيل بقى ده خالص، تفتح السماء والسكاي. تمام، كنترول تي. تمام، البرسبكتيف اعتقد هنا ماشيه كده حلوه. طيب بعد كده ناقص لنا ايه بقى؟ الجبل ده نجيبه بردك عشان نخلص منه. الحته دي نعمل اثناء ما احنا كده جوه فليب هوريزونتال، هنجيبه كده. تمام، هنتخلص من السما دي. ممكن نجرب فيها بلند اف ونشوف طريقه بردك مختلفه، بلندنج اوبشن، نحاول نشوف بردك الدنيا تظبط معانا في البلندنج. طبعا احنا هنا مش هنشتغل على اللير اللي تحت، انا هشتغل على نفس اللير نفسه، مش هشتغل ان انا ادمجها مع الطبقات اللي تحت، انا هشتغل على نفس اللير. ممكن نشوف كده اللون الازرق، ونشوف كده نسحب ناحيه لا نسحب من الابيض ناحيه الاسود. شيء مدهش على فكره. ابهرتني بصراحه، ابهرتني. بسم
ركز بقى وانت بتبص عشان هي ننجز، عشان انا يهمني التفاصيل. في حز هنا بالابيض هنتخلص منه مفيش مشكله. كلام جميل كلام جميل. طب نيجي بقى هنا للسلكشن ده. خلي بالكم في هنا حز هنبقى نتخلص منه، هنشوفه هو جاي من الصوره بتاعت الجبل دي هنتخلص منه هنا. تمام؟ حلو قوي. نيجي بقى ناخد من هنا خلينا مش لازم الحته دي يعني. بسم الله. البين تول صديقك المفضل. كنترول اي. تمام. تسحب دي كده كنترول تي. سمارت اوبجكت خلي بالك عشان ما تنساش. طبعا دي هتيجي في الجزء اللي قدامها كده هنظبطها بعدين. طيب انا هنا يهمني ان في حز هنا عايزين نتخلص منه بتاع الجبل ده. نخش جواه بالالت. عايزين نتخلص منه. نعمل كده. احنا حددناه. كنترول شيفت اي. تعالى كده. ليه طيب؟ ماشي. نشوف كده. كنترول دي يظل موجود. يبدأ التدخل بتاعه. تقريبا الحس ده من الألعاب. نشيل الألعاب خطوة. نيجي على الكسل. كده. طيب ماشي. ده هنا الكسل. عشان الدنيا كده ايه هتلخبط مننا. نطلع دول بره. دي القلعة. ده السكاي. وده الماونتن. ناخد كوبي نعمله في جروب. تمام. ماونتن نسميه بقى ايه؟ باك. طيب ماشي. ندخل كده جوه هنا. نشوف التفاصيل كده. طيب في شوية تفاصيل معلش نظبطها عشان يبقى الشكل جميل. طبعا البوس كابس. تمام. خلاص كده. الجبل ده هيبقى في الجزء اللي هو في الميد جراوند. هنحط كده في الايه؟ في الميد جراوند. نخلي الميد جراوند ده في النص. هنعمل هنا كنترول جي هنسميه ماو جراوند. ميد جراوند. تمام. كوبي. طيب في ناقصنا هنا ايه تاني بقى؟ ناقصنا الجزء بالجبال الموجود هنا ده. ناخد بقى جبل ونرصصه. تمام. خلصنا دي. بسم الله. طيب ماشي. هناخد الجبل ده. نحاول بردك كده معلش يا ابو. خلينا بس بره قبل ما نخلص وبعد كده نشوف نحطها فين. نخلي دي كده بالبلندنج اوبشن. بسم الله. هنشتغل هنا على الكرنت لاير، على اللاير دي. مش هشتغل ان انا ادمجها مع الطبقات اللي تحتها، لا. اندرلاينج لاير هتشتغل هتدمجها مع الطبقات اللي تحتها. نشوف بقى هنا البلو هتعمل لنا ايه. هنقرب دي. شيء مدهش وابهرني بس عملت حركه مش لطيفه بس ايه. انا هعمل حركه اشيك برضك عشان امن نفسي. ونيجي دي كده بلندنج اوبشن. بلو. تمام. ندوس الت نفك الايه عشان نوسع الدنيا دي كده مش نسحبها. معلش سوري نفعل دي. بلندنج اوبشن. خلينا في البلو. بسم الله.
اعتقد ان هي تاخد من البحر، فاحنا نجرب الجراي لانها واخده من لون الجراي شويه. طيب ماشي، نشوف كده البلو، نزود بقى. ما علينا، اعتقد كده ظبطت شويه. انا بقى ممكن اعمل حاجه لطيفه برضك، كنترول دي، نشغل دماغنا بعد كده. ادي الكنترول، كنترول اي، وشيلنا جزء. بس خلينا نفعل كده، معنى كده ان البلند اف كانت جزء من اللاير دي، فانا هسترجعها بالجزء اللي تحت. تمام، كنترول شيفت اي، هزود بقى التفاصيل اللي اللي راحت من تحت. او ممكن تعمل حاجه شيك ولطيفه خالص، شيل السلكشن ده، الطبقه اللي تحت دي، هتيجي انت تقوم عامل كده عشان تحافظ على الجبل بتاعك. ادي كنترول دي، تقوم عامل كده. تمام، انت كده اكلت الجزء ده، انت يهمك الجزء ده تفضل زي ما هو، وتقوم جاي على الليرين مع بعض كده، وتقوم عامل كنترول ايه، ده مكتوب مع بعض، بحيث انت كده رجعت الجزء اللي اتحذف من تحت والجزء اللي اتحذف من فوق. طبعا دي بقت راسترايز دي، لو انت رحت عامل كنترول تي ورحت مصغر ومكبر الصوره هتبقى منك. فطبعا هنا احنا بنعملها كونفيرت تو سمارت اوبجكت. طيب ماشي، الجزء ده خلينا نلغي الجزء بتاع الفور جراوند. نلغي ده. انت عايز الايه؟ الجبل ده بس، حته الجبل بس. تمام، خلينا بقى ايه، نشيل كده. اعتقد نخليها، مش هنخسر حاجه. كنترول، ارجع كده. نشوف. طبعا هنا رجع بس كده. احنا هنا في حز كده موجود فوق، خلينا بس نجيب دي كده اداه التشيك بتاعتنا ونشوف الدنيا. الدنيا مش لطيفه خالص. فهنبتدي نعمل بقى ايه، البروبرتيز. هنبتدي ايه، نفعل كده، هنعمل ماسك، ونبتدي عشان تظهر اداه الفيزر لازم تعمل ماسك، تدوس كنترول وتحدد السلكشن، بعد كده تدوس ماسك. هنبتدي كده نديها ايه، كده نديها 1 2، اعتقد كويسه. تمام، عشان برضك نبقى في الامان هنعمل هنا فلتر اذر مينيموم. لا انت بتشتغل، انت بتقف الاول على الماسك وبعد كده فلتر اذر مينيموم. تمام، اعتقد كده الدنيا بقت لطيفه واشيك، القص بتاعنا جميل. كنترول اتش بس تشيل الجو ده، كنترول تي، بسم الله. كنترول اتش، فعل الجزء ده كده في الايه، في الميد جراوند. خلي ده كده، اعتقد كده تمام، الدنيا ماشيه مع بعضها. حلو. طيب فاضل لنا ايه تاني؟ فاضل لنا الجزء بتاع الجبل. بسم الله. تمام، نشوف في حاجه هنا احلى برضه، ناخد من دي كويسه، بس دي مشكلتها ان الاضاءه جايه كده، وانا عندي الاضاءه جايه من هنا. ماشي، ناخد دي كده، بسم الله. راحت فين؟ طيب ماشي، ناخد دي كده. انا الشمس هتبقى عندي من الاتجاه ده، طيب والاضاءه جايه من هنا، فانا هعمل فليب عشان تبقى الاضاءه ماشيه كده. شيء جميل، شيء فظيع. سيلكت سكاي، بسم الله. تمام، اعتقد ان هو قصها بطريقه نشيط ولطيفه. هنبتدي نعمل ماسك عشان نشيل الكلام ده، نعمل كنترول اي نسترجع. بس طبعا انا ما بطمنش غير لما بفعل اداه التشيك، طبعا كده انا بزعل، ببتدي ان انا اخش جوه الت، نجيب الاداه بدخل الت جوه الماسك. كنترول شيفت اي عشان ما تزعلنيش منك بقى، خش الاوفر لي. الموضوع مش حفظ يا جماعه، انا بس بشيل الشوايب. كنترول دي، طبعا الجزء اللي فوق ده يفضل انت تخليه بالاسود، بس رجع دي نورمال عشان ايه مش هيلون ده. طيب كده اتقص بشكل لطيف. نبتدي نرجع للايه، لللاير بتاعنا. اعتقد كده الدنيا رياليستيك شويه.
نبتدي بقى ايه، نخش هنا على الماسك، نعمل على الفيزر، نقربها، نشوف كده برضك كنترول اتش نعمل الكلام ده. سوري انا اسف. نشوف التفاصيل. تمام. سيبك من كده. ده واحد اعتقد، لا واحد كويسه قوي قوي. ماشي. طيب ده نقفل بقى الابيض واسود. هنا الصوره دي انا عايز اشيل منها برضك الجزء بتاع البحر ده. تمام. ماشي. البين تول حلاوتها ان انت السلكت ما بياكلش من اللي جوه، بيبقى السلكت بتاعها شارب جدا جدا. نكبرها كده عشان نطمن. طيب كنترول دي، بص شارب ازاي. طيب احنا هنا برضك عايزين نديها سنه ايه؟ صفر. بعدين ندي سنه واحد. وخليها واحد لما نيجي نخلص ندمج تبقى الدنيا ايه؟ نقفل دي خالص. بسم الله. كنترول تي. ماشي. طبعا مستوى الميه هيبقى هنا ماشي مع بعضه. تمام. في حاجه هتكمل المشهد من هنا، في حاجه هتكمل المشهد من هنا. تمام. يبقى فاضل الجبل اللي من هنا ومن هنا. اعتقد لو دي عكسناها هتبقى مصدر الاضاءه جاي الناحيه الثانيه. دي كويسه. ماشي ناخدها. راحت فين؟ ماشي ناخد دي. نعمل سيلكت يعني هنا سكاي. في صور بيبقى السيلكت بتاعها سهل، وفي صور بيبقى السيلكت بتاعها صعب. يعني ده مش صعب، متعبه شويه، بتاخد منك وقت. هتلاقي في افكار كتير جدا جدا في السيلكت، انت بتقعد تجرب لحد ما توصل لافضل حاجه معاك. طيب احنا عملنا سيلكت هنا، وهنحاول برضك ان احنا نعمل كده برضك كنترول اي عشان احنا عايزين السيلكت اللي تحت. هنحاول برضك ان احنا نخش كده جوه ده ونزود ده بالاسود فوق. طيب السيلكت هنا اصلا كان فيه مشكله، فانا مش عاجبني السيلكت ده. ابتدي اخش جوه وابتدي. طبعا احنا عشان هنعمل ده كده بالاوفرلي كنترول شيفت اي هعكس السيلكت واخليه في الجزء ده. يبقى انا كده شلت الشوائب بتاعت الايه؟ بتاعت السحاب. كنترول دي. طيب انا عايز برضك اشيل الجزء اللي تحت ده. نشيله ازاي بقى؟ بالبين تول، عشان دي واجهه البحر بتاعتي. بسم الله. تمام. ادينا هنا هنبتدي نشتغل بقى هنا بالايه؟ النورمال. شلنا. طيب هنعمل بقى الفيزر. كنترول تي، نقف على الماسك فيزر، نخليه هنا نكبر. سوري. نديله واحد، اعتقد واحد كويس. طيب كنترول تي. طبعا الصورة دي المفروض الجبل الأخضر هيكون وراه. هي راحت فين؟ احنا المفروض هنا في الجزء اللي هو الباك جراوند دي هتبقى ورا خالص، هنا تبقى هنا. تمام. نبتدي إن احنا نكبرها. بسم الله. طيب احنا بعد كده هنحاول نبص
اعتقد دي في التدرجات والكونتراست بتاعها والعمق بتاعها هتديني فيو كويس. انا ممكن اخد دي برضك نشوف كده الانيميشن عامل ازاي. هي دي. بسم الله. ركز في التفاصيل عشان التفاصيل مهمة. طيب نديها بس سنة تصغير شوية. عينك على التفاصيل دي. ماشي، هنبتدي بس نشيل منها السما. ماشي، نشيل كده سيلكت سكاي. معلش هي بتبقى اصعب مرحله وضع الاستوكات وترتيبها والكلام ده كله. تمام، انا بس عايز اشيل الصوره دي. كاسل سكاي في صوره انا قصدي نسميها ماونتن ليفت ميد جراوند. ماونتن ليفت ميد جراوند. مش خلي دي كده بس، ده الجبل اللي احنا شغالين عليها. نديها كده جزء كنترول اي. اعتقد كده هتبقى بيوتيفول جميله قوي. طيب ادي هنا ماونتن ميدل في المنتصف ناحيه الليفت ميد جراوند. خليها في الميد جراوند بس مش دلوقتي، يعني نظبطها بعد شويه. خليها كده هنا كوبي ونعملها كنترول جي نحطها كده جوه فولدر. تمام، ونحطها جوه الفولدر بحيث ده في هنا الجبل ده برضك عايزه في الميد جراوند. فوق الجبل اللي هو ده ماونت رايت. ماونت رايت ده هنا الماونت رايت، وده الماونت ليفت ميدل ليفت. في جبل تاني المفروض ان احنا معانا برضه. ماشي، في الجبل التاني ده الجبل ده هيدخل هنا في تحت. ناخد دي كده كنترول جي. هنا ماونت ميدل منتصف ميد جراوند. وهنخليه الاثنين دول تحت بعض كده عشان الاثنين دول متصلين ببعض فيه كده. خلي دي اورنج يعني اللون بتاع الفونت كله اورنج. ادي دي كده ودي جنبها. تمام، ده الجرين. تمام، وده اللي ورا خالص ماونتن جبل ناحية الرايت. رايت before mountain green. طيب ناخد دي كوبي عشان الدنيا كل ما هتكبر كل ما هتلاقي الدنيا ايه كملت معاك. طيب احنا هنا في المفروض جبل احنا قفلنا عليه الجبل. طيب انا اعتقد ان الحته دي مش لطيفه خالص، فاحنا عايزين نشتغل عليها نقص الحته دي كده. تمام، هي دي هنا برضك تبع. طيب احنا نقصها ازاي؟ هنيجي هنا بالبين تول لانها مديها عمق اصلا انا مش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب هنيجي هنا بأداة الايه؟ الفرشة اللي هي الهارد. هنشيل التفاصيل الجميلة دي كده. طيب ندخل كده جوه الماسك كده نشوف ايه اللي زيادة عشان نشيل دي كده نشيل ده. ده هنا ماونتن جبل ليفت ميد جراوند كوبي كنترول جي. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى في التفصيلة الجميلة دي كده. طيب احنا هنا المفروض
عندنا كده ادي البرش. بسم الله. برش كبيرة أوي مصغرة. ادي كنترول دي. هنحاول بقى بالفرشة اللي هي السوفت كده نعمل جنب كده. ليه عملتها كده؟ انا عايز يكون في ممر هنا بحيث ان في حاجات بتخش من هنا، فاهمني؟ طيب دي هنصغرها برضك شويه عشان بسم الله. عشان يبان ان في ممر من هنا كده يخش منه السهول. طيب كده اعتقد ظبطنا كده ايه جزء فاضل. الجزء ده محتاج فيه شويه شغل. الجبل ده ممكن يتاكل كده من الحته دي كده. بسم الله. نشوف الجبل الجميل ده فين. الصديق الجميل بتاعنا. طيب ماشي. نبتدي نخش الفنتور الحته دي كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. حلو كلام جميل. نبتدي نيجي بقى بالبرش. انا مش عايزك تتخض لان الشغل ده بياخد وقت، يعني انت تخلي المشهد كله متناسق مع بعض. طيب نسيب برضك عشان ايه بس ما حفظتش الفول. ماشي ماشي. طيب ايه تاني؟ احنا عايزين بقى الجبل ده نهايته هنا. اعتقد كده بيوتيفول جميل. ناقص بقى ان انت تكمل الجبل ده بجبل يمشي مع المشهد. كنترول اس. طيب نازلين هنا وهنا بحيث ندي عمق المشهد. طيب نشوف كده. بسم الله. لو عكسنا ده لازم انت تتخيل مع نفسك المشهد اللي انت عايزه يروح في انهي اتجاه. ممكن لو انت خدت الحته دي كده شوف الصوره دي جايه من الحته دي راحت فين. في صوره لطيفه هنا في مكبر. الصوره الجميله اللي كانت هنا فين هي دي. ماشي. تمام. خلينا نشيل من دي بقى الايه الجزء اللي هي السكاي. كنت سيلكت سكاي. طيب احنا عايزين الجزء ده كده. نشيل دول عشان نشوف ايه الصورة بتاعتنا. طيب خلينا نديها ماسك كنترول اي. وبرضك نشيل الجزء ده كده عشان ما يتخناش. رش. نشيل الجزء ده كده دي. ماشي. خلينا بس نقرب الايه التصميم. ماشي. هنا في بس تفصيلة كده عايزين نشيلها. رايت بيفور ماونتنج جري. الصورة دي فيها تفاصيل مضايقاني. ماشي.
سيبك من العنوانات خالص، مش عايزك تشغل دماغك بيها. طيب بتزعلني التفاصيل دي. طيب نخش كده جوه دي. طيب كنترول شيفت اي، وهتعمل هنا اوفرلاي. الفرشه دي مش نافعه. تمام. كنترول دي، هنخرج بره السلكشن. تمام كده الدنيا. اعتقد كده الدنيا تمام. هنا بقى ناقص الجزء ده يكمل، هنشوف له بقى حاجه نمشي مع المشهد. كنترول اس. طبعا دي استكايه احنا جبناها، حطيتها هنا بحيث ان انا ادمج المشهد ده مع ده. بسم الله. نحاول نخفف دي مثلا. ممكن نجيب برش، نشوف حاجه كده. نشوف حاجه او بريس. كويس. ماشي. اكس. اكس الاسود كده نشيله بحيث ندمج المشهد ده مع ده كده. الولاد يعني ما تشغلش دماغك بيها دلوقتي، هتتظبط بعدين. طيب هنا بقى الجزء ده نبتدي ان احنا نشيل منه الحته دي. بسم الله. ادي البنتول، البرش، ناخد واحده كده ايه السفن بتاعها البرش، نعلي الاوبستي 100%. دي اعتقد كده الدنيا لطيفه جميله. تمام. نشيل الحته دي كده، النظافه من اليمين، كلام جميل. طيب اعتقد يعني كده الدنيا محتاجه بس ايه نغطي جزء من هنا، نشوف في حاجه. ده جبل برضك انا كنت قصه. طيب ده الجبل ده احنا عايزين نخفي جزء البحر ده، فيه جبل هنا. طيب هنعمله ازاي؟ هنيجي بالبنتول نقص نقص نقص. بسم الله. بسم الله. تمام اعتقد كده اتظبطت شويه. طيب
ناقص بقى ايه جبل يكمل المشهد من هنا كده، او ممكن نيجي عند الجبل ده كده، عايز الجبل في جبل احنا حطيناه في الخلف خالص ده، هنيجي هنا وهنشيل منه الحته دي كده، تمام. ادي ده كده جيت ناخد نشيل من ده كده خالص. نبتدي بقى هنا نخش في الايه في الجزء الجد بقى شويه، تمام. نبتدي بس نرصص الجبال دي صح عشان ايه كده احنا هنتلخبط. طيب ده الباك، يبقى ده هنا ده نشيل دي خالص، كوبي رايت، ادي الكوبي نحط دي في اوردر في، ماشي. ده كده القص بتاعنا المشهد، ماونتن ليفت باك جراوند افتر كاسل ارم. طيب ماشي، كوبي كنترول جي في، تمام. طيب بديلي، طيب ده لازم يكون هنا، تمام. ده هنا رايت، وهنا ليفت، كنترول اي كنترول سي كنترول جي كنترول في، تمام. ده كده كل الباك جراوند، تمام. نيجي بس للحته دي كده، طيب احنا نيجي بس نشيل الحته الفظيعه دي، تختفي لكن بقى بسم الله بسم الله. تمام كده ده الباك جراوند خلصنا منه، وكده احنا شغالين في الميد جراوند، تمام. عايزين بقى ايه نجهز المطعم اللي هيتحط في الحته دي من الجبل، مش هنعمل، خلينا بس شغالين زي ما احنا ماشيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.